أهلا بكم متابعي القناة من هنا من ملعب الشهيد علي عمار بدويرة، معقل نادي مولودية الجزائر وملعب النادي العاصمي. هذا النادي الذي حسم اللقب لثالث مرة على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه، يريد وكذلك يحضر في مباراة احتفالية كبيرة وكبيرة جدا ستكون إن شاء الله ضد فريق أولمبي شلف في الجولة الأخيرة، الجولة 30 هنا، ليتذكر الإنجازات التي قام بها هذا النادي في الدوري. 9 ألقاب فاز بها مولودية الجزائر، واليوم هو مقبل على العاشرة وفي طريقه إلى العاشرة التي قد حسمها في مباراته ضد فريق مستقبل الوساد، المباراة الأخيرة التي تعادل فيها هدف لهدف. العميد انهزم في المباراة الأخيرة أمس ضد في سطيف، ضد وفاق سطيف بهدف لصفر. المولودية يتبقى لها مباراة واحدة أخيرة في هذا الملعب. كما قلت، المولودية هي مقبلة أن تزين خزينتها بلقب عاشر، لقب الدوري. ألف مبروك لمولودية الجزائر. سنتكلم عن الكثير والكثير في هذا النادي. لا تنسوا فقط أن تدعموا القناة والاشتراك في قناتي بهجة سبور والانضمام إلينا، وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم جديد كل الأخبار الرياضية.